السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي. أنا لؤى. هنعمل النهاردة كيكة برتقال جوسي جدا وطعمها حلو قوي، بمكونات بسيطة وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. لونها ذهبي من بره والبرتقال مكرمل ولذيذ جدا، وزي ما احنا شايفينها كده من جوه لونها فاتح وطعمها حلو قوي، والقوام بتاعها هايل وممتازة. وبما اننا في موسم البرتقال يلا مع بعض نعمل الكيكة. لو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشرفوني وتشتركوا وتضغطوا لايك، ويلا مع بعض نشوف الطريقة. هنا هبدأ اجهز البرتقال الاول اللي هحطه فوق الوش. هقطع كده البرتقانة حلقات، وبعدين هقسمها كل دايرة نصين كده زي ما احنا شايفين، علشان دي اللي هحطها على وش الكيكة. نشوف هنعملها ازاي. كده تمام، خلصت الكمية كلها. وبعدين هجهز الصينية، هدهنها بأي مادة دهنية عندنا، ممكن زبدة ممكن شوية من الزيت، قد معلقتين كده سكر زي ما احنا شايفين، قد معلقتين كبار كده. هحطها في قاع الصينية ووزعها زي ما احنا شايفين، هتمسك فيها بكل سهولة. كده تمام. هبدأ بقى أرص البرتقال بتاعي بالشكل اللي انتوا عايزينه. ممكن تعملوا دواير، نصاف دواير زي ما انا عاملة. كده تمام. وبعدين برضو شوية من السكر قد معلقة كده كمان، هرشرشها كده فوق الوش. خلي بقى الصينية بتاعتي على جنب لغاية ما اكمل باقي المكونات. هنا هعصر البرتقال وهاخد منه كوباية. الكوباية دي اللي هنعاير بيها باقي المكونات، اي كوباية بقى عندنا على حسب الصينية اللي احنا شغالين فيها. وبشر برتقانة طبعا القشرة اللي على الوش خالص. هجهز بقى هنا عندي السكر، حطيت كوباية الا ربع، ممكن لغاية كوباية، بس عشان انا البرتقال عندي مسكر فاكتفيت بالكوباية الا ربع. حطيت هنا بشر البرتقال على السكر كده وهقلبه كويس. القشر يطلع الزيوت اللي فيه، ريحته حلوة قوي. وبعدين هنا عندي 3 بيضات بحرارة المطبخ، هقلبهم كويس بقدر الامكان لغاية ما السكر يدوب. انا هنا مش هحط فانيليا وهكتفي بنكهة البرتقال. عندي هنا كوباية الا ربع من الزيت النباتي. هقلب طبعا الكلام ده كله بكل ده بمضرب الايد عادي. وكوباية البرتقال كده تمام. السكر داب معايا. هنا عندي بنفس الكوباية حطيت هندخل كوبايتين من الدقيق. الكوباية التانية اهي. وبعدين عندي البيكنج باودر معلقة كبيرة، او الكيس دوت بيبقى 11 جرام تقريبا. بس خلاص كده تمام. وهنشوف قوامها هيبقى معانا ازاي، مش هتبقى سايلة قوي ولا تقيلة يعني. كده تمام، ماسكة نفسها شوية. طبعا هنا في الفرن على درجة حرارة 180. هجيب بقى الصينية اللي انا جهزتها وهفرد عليها الكيكة كده. طبعا احنا بنكتفي بالسكر اللي احنا حطناه، فانا مزودتش عشان كده السكر كتير. كده تمام. هحطه بقى في الرف اللي في النص 35 دقيقة، 30-35 هيبقى معايا بالشكل اللذيذ ده. طالعة لونها حلو قوي. حطيتها في الرف اللي في النص كده تمام. هقلبها بس بعد 10 دقايق كده هبدأ اقلبها. ما نزودش في الفرن كتير يعني وقتها علشان الكراميل ما يلزقش تحت. كده تمام. سابت الصينية بكل سهولة، لقيت حتة مكرملة بصراحة يعني يستحلتها يعني فأكلتها. طعمها جميل، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. زي ما احنا شايفين قوامها هايل وسكرها مظبوط جدا، والبرتقال اللي على الوش دوت مسكر وجميل قوي ومكرمل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله هقدمه.
شكرًا.